الذين إذا أصابتهم مصيبة، شفت كيفاش الآن غير تجيه المصيبة قالوا إنا لله، شو تتفاعل معاها. هنا هذه قمة التوحيد. هنا شو لو يخرج لك في الزبدة تاعك أو يخرج لك في المعدن تاعك وش يسوى. شو غير قال صارت مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها، الله يبعد علينا وعليكم المصايب. شفت غير يصرى له حاجة قالها فهذيك الوقت المناسب نجاح الإنسان. هذاك هو الذكر اللي يتماركى مليح، يتماركى مليح. إبراهيم لما ألقي في النار قيل أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت بردا وسلاما. كاين واحد الذكر يبين باللي انت صح متعلق بالله. بلعوا الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استصعب عليك الامر، لا حول ولا قوه الا بالله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى شيئا كبر، شاف نار شاف حاجه ولا هلع ولا يقول الله اكبر. هذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام. او بسم الله. ما عندناش احنا يا ستير يا ستار ما عندناش هذه كامل، ما عندناش. عندنا بسم الله. قال النبي عليه الصلاه والسلام قال إذا تعثر أحدكم أو تعثر دابته فلا يسبن الشيطان، ما يقولش الله يلعن إبليس فإنه يتعاظم. الشيطان وش يقول لك؟ يقول لك تسمى شوف ولاو يحسوا بلي أنا اللي حكم كلش، ممكن يطحن باله بلي أنا طيحته، يقعد يحس روحه رب. أنت كي تقول الله يلعن إبليس وهنايا راك تعظم الشيطان. قال فلا يقولن هذا أو تعس الشيطان فإنه يتعاظم، وليقل بسم الله. قل بسم الله باش ما يصيبك والو. وهنا تبان لك انت، تبان المعدن تاعك باللي تتفاعل مع الله. كل لقطه تصرى لك ربي، كل حاجه لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون، كل حاجه بسم الله. اي حاجه دائما عندك اتصال مع الله، شغلك تبعت اتصال مع ربي في الحادثه هذيك. هنا بينت لنا بلي موحد حقيقه، بينت لنا بلي صح انت انسان عندك علاقه مع الله. هذا من افضل الذكر، الله يعيننا واياكم عليه. وكاين الذكر اخواني الكرام، واحنا الذكر مانيش حاب نذكر لكم في فضل الذكر، مروا مشايخ داروا فضل الذكر مع قبلي، فضل التسبيح والتحميد، ذكر الشيخ فريسي ثاني كذلك فضل الذكر. الان هادو مانيش حاب نذكر لكم فضل الذكر، اني حاب اني نتكلم على معنى الذكر في حياتنا، واش معناتها الذكر. الذكر دائما الانسان يبين نفسه انه ضعيف والله قوي. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشكر اخواني الكرام ماشي معناتها الحمد لله، ماشي هذا هو الشكر، ماشي هذا هو الشكر. الشكر هو انك انت تعتقد ابتداء ان النعمه جات من عند ربي، جات هذيك تاعي، تقول لهم تاعي انا درتها كما قال قارون انما اوتيته على علم عندي. انا الشهاده هذه باش جبتها تعبت، انا هاد السياره درت انا طحت ونط، انا غير تقول انا ربي يخليك بينك وبين روحك، يا روح يدبر راسك مع انت جبتها يكمل معاها. ولهذا ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. كل ما تدير وضاقت عليكم الارض بما رحبت، كل ما تدير يقول لك ربي خلاص ياك انت وحدك كمل وحدك، كمل لا يروح ارفدها وحدك هاي ما تقدرش، بشر ضعيف انت. ولهذا الانسان لازم اول حاجه الشكر، باش تشكر النعمه لازم تنسبها لله. لذلك شوف النعمة غير دخلت عند سليمان فهم بالابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، في زوج ابتلاء، المال امتحان والفقر امتحان. ليبلوني أشكر أم أكفر، هذا قال سليمان. قال ليبلوني، هذا من فضل ربي، ليبلوني أشكر أم أكفر. راهو يمتحن فيا، ما قالش احنا قلبي مليح ربي أعطاني، شفتوا أنا باللي إنسان طيب ها ربي أعطاني والحمد لله وانا قلبي نظيف. لا شاف فيها بالابتلاء، دوكا مصيبه اعطاني ربي الغنى هذا والمال هذا والحكم هذا يا اصبر، اي مصيبه. لذلك عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، تقول زوجته فاطمه بنت عبد الملك قالت لهم هذا الانسان من نهار تولى الحكم ولا ماشي عادي. قال يتولى يروح وحده يبكي بكاء شديد، قال يجلس ينسى يرقد يغلب النعاس، يرقد شويه يعاود يفطن، قال فينتفض كما ينتفض العصفور في الماء، ويقوم ويصلي ويبكي لله ويقول يا ليتني وش داني المسؤوليه هذه، وش داني نحكمها انايا. ولهذا الانسان لما يشوف نعمه جات عليه، نعمه هي تعامل معها مليح، فضل الله ما شاء الله، المال فضل، منصب قدر تدخل به الجنه، اي حاجه تقدر تدخل بها الجنه، بصح دير بالك بالابتلاء.
شغل سلاح ذو حدين قادر يدخلك جهنم ثاني. ولهذا سليمان كي جاه الخير واش دار؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. تسمى مباشرة دار باللي الخير هذا ماشي معناتها انا مليح ربي وفاتح عليا وكذا، لا هذيك البركه هي المليحه. اما المال فيقدر يدخلك جهنم، ويقدر تقدر انت تكون انسان طيب وتبني بالمال تاعك هذا طريق في الجنه تمشيك تديك في اماكن عاليه في الجنه. ولهذا الان سليمان واش دار؟ اول حاجه باش نشكروا النعمه، اعطانا ربي صحه، اعطانا ربي شهاده، اعطانا لنا اي حاجه. اول حاجه تيسير تاع رب العالمين، هذا ربي سبحانه وتعالى من عند الله عز وجل، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذن الشكر الديمارج تاعو الانطلاقة تاع الشكر منين بدات؟ أنك تنسب الفضل لله، على بالنا أنت تعبت، على بالنا بلي عييت بزاف، بصح كنت قادر تعيا والله ما تدي ثاني، ربي عطاك وفقك الله، هذاك التعب اللي تعبته ربي عطالك الصحة تاعو كلش من عنده. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال لو كان بدا الانسان يفكر في الشكر راح يدخل واحد السيرك فيسيو ما يخلاص. انت كي تشكر ربي راهي نعمه من الله انك شكرت الله، راه ربي يوفقك للشكر. اسمى باش تفهم هذا المفهوم هذا ديجا راه نعمه من الله. اسمى دير بالك باللي هذو كلها نعمه لازم تستحق الشكر. قال وهكذا يبقى الانسان لا يوفي شكر الله، مستحيل ما نقدروش نشكر نعمه الله كامله. ولذلك اول حاجه تحب تشكر نعمه اعطاها لك الله، قال هذا اعطاها لي الله عز وجل، هذه والله تاع ربي، لولا الله والله ما نكسبوها. وبعد الحاجه الثانيه وشنو هي؟ انك يعني كما يقولوا يرفل لسانك بالذكر والشكر، دائما الحمد لله الحمد لله على النعمه، الله يديمها علينا، الله كذا، دائما نشكر. ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يسال الله العافيه، دائما يقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وكان يسال اللهم نسالك العافيه في الدنيا والاخره، والعافيه موجوده، هو يجي يسالها باش يتممها وباش تستمر. وكان صلى الله عليه وسلم يسال ربه سبحانه وتعالى ان يديم عليه هذه العافيه دائما، وكان يحث عليها الناس ان ربي عز وجل يديمها علينا. وكان يسال الله قلبا سليما، يعطيه ربي هذاك النعمه، هو عنده قلب سليم ويسال الله قلبا سليما. فاذا هذه الادعيه اللي ندعوها احنا ربي عز وجل ويعطيها لنا الله سبحانه وتعالى باش نبينوا باللي احنا رانا دائما نعترفوا باللي من عندك يا ربي، خاطيتنا احنا هذه، انا مش احنا. ولهذا كلمه الحمد لله ما تكفيش وحدها، هذيك راهي تجي من بعد اننا نقر بانها من الله، ونقر ان نشكر الله، نقدم له كلمه شكر، نقول الحمد لله وشكر لله عز وجل ان اعطانا هذا الخير. هذا الامر الثالث هو ان تكون هذه النعمه ان نشكر الله بالفعل. اعملوا آل داوود شكرا، اعملوا شكرا، معناتها كاين الشكر بالفعل. وشنو هو الشكر بالفعل؟ اننا النعمه اللي يعطيها لنا الله عز وجل عيب علينا اننا نسخرها في معصيه الله. ولذلك الان يقول بعض الفقهاء العارفين بالله عز وجل كالامام الحسن البصري وغيرهم، الناس القدم اللي يفهموا مليح القران والسنه، وش يقولوا؟ يقولوا لو كان الانسان يتدبر في حقائق الامور يتسقم. دوكا الان انت كي نهضر معك نقول لك بلي مثال المعصيه دير هذه عندك كذا حسنات سيئات، ودير هذه حسنه هذه عندك كذا حسنات، ثم تبدا تولي واش درت تعمل كونطابيليتي مع الله وقلبك مازال جاف. كاين احيانا الانسان لازم يدخل في حقيقه المعصيه وشن هي. يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول الانسان لو كان يفهم المعصيه باللي المعصيه هي في حقيقتها وشن هي صوره المعصيه الحقيقه تاعها هي ان الله تخلي عليك في هذيك اللحظه. شحال واعره المعصيه، شحال واعره كي تتذكر باللي معناتها ربي تخلي عليك في هذيك اللحظه. قال الحسن البصري نحن لا ننظر